السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يلا النهاردة نعمل وصفة سهلة واقتصادية وبسيطة خالص مع بعض. اللي انا بهرسه ده قرنبيط، كله طبعا عارف القرنبيط او القرنبيط. سلقته بملح وكمون بس، وبعد كده هرسته بالهراسة او بالهاند بلندر او حسب ما انت عايز. دلوقتي بعد ما هرسته كده، دلوقتي هعمل له الخليط بتاعه اللي انا هسقيه بيه. كوباية لبن وبيضة وتوابل ملح وفلفل وكمون وشويه ملح، وهضربهم كده مع بعض كويس جدا بالمعلقه او بالمضرب حسب رغبتك. احط كده معلقتين من الدقيق تدريجي لحد ما يدوبوا معايا من غير اي تكتلات، زي ما احنا شايفين مع بعض كده. الخليط بقى سلس ازاي معايا. بعد كده هضيف نص حزمه من الكزبره او البقدونس حسب ما انتي ما بتحبي الريحه بتاعتهم، وهضربهم في بعض كده زي ما احنا شايفين. بالشكل ده كده اهو. شايفين الخليط دلوقتي وسط كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. دلوقتي هجيب اي صينيه عندي هدهنها بالزيت كده في القاع بتاعها زي ما احنا شايفين كده، وهنزل الخليط اللي انا هرسته واسويه بالشكل ده كده. طبعا ده قرنبيط مش بطاطس مهروسه خالص والله. انا بعد ما هرست القرنبيط بقى بالشكل ده تمام. طبعا احنا بنعمل الخطوات دي كده بتغنينا عن القلي في الزيت والكلام ده كله. طبعا بعد ما انزل بقى القرنبيط كده واسويه في الصينيه بتاعتي، هنزل الخليط اللي انا عملته، اشوف الكميه المناسبه واحطها، ولو فاض عندي شويه كده هعينهم في الفريزر في كيس وارجع احتاجهم تاني. بعد ما حطيت كده الخليط بدات اغرز بالمعلقه كده عشان الخليط يمتزج جدا مع القرنبيط زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما سويتهم نزلت بمعلقتين من البقسماط الناعم بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. وبعد كده هنزل بشويه من الزيت على الوش كده، ومش هعمل اي حاجه تاني غير اني احطه على درجه حراره 180 او درجه حراره متوسطه على الشبكه من فوق براحته خالص لحد ما يستوى معايا ويطلع بالشكل ده. طبعا هو شكله من فوق كده مقرمش، بس انا هقطعه معاكم عشان اعرفكم اللي هو من بره مقرمش كده ومش ناشف، من جوه طري جدا خالص زي ما انت ما بتشوفيه وانت قاليه في الزيت. شايفين هقطع قطعه منه كده، شايفين طري وجميل جدا جدا، ومن بره مقرمش، وكان طعمه تحفه جدا. بالهنا والشفا.